السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله النهاردة هنعمل الزبادي في الفخار بأسهل طريقة، وموجود عندنا في كل بيت نقدر نعمله. حاجة كده هتدي يعني الكمية هتبقى اكتر، وحاجة نضيفة وعارفة انت عاملاها ازاي، وبيبقى ليها فرحة تانية طبعا في رمضان. هنا بقى معانا اي كوباية زبادي لايت، زبادي يعني اي شركات، او زبادي البلدي بتاعنا. هنجيب كوباية بس، يعني كوباية تكون اكبر من كده شوية. انا زودت يعني انا بس الكاميرا قطعت مني التصوير، فانا حطيت هنا كوباية ونص زبادي. تمام، عشان الكمية كانت عندي كتيرة. هنا بقى انا دفيت اللبن، يعني اللبن يبقى دافي زي دمعة العين كده، او يعني اكن بيبي صغير بيرضع. ما يكونش سخن. تمام، وحطيت هنا دلوقتي كوباية ونص زبادي، وهضربهم كويس اوي. تقدري تضربيهم في الخلاط، او تقدري تدوبيهم، يعني خدي شوية مع الزبادي ودوبيهم في اي حاجة صغيرة كده، وبعد كده فضي الكمية اللي انت دوبتيها على على بقية اللبن. تمام، احنا قلنا هنا بقى شوفي بقى، عايزة تعملي 2 كيلو لبن، كيلو ونص، كيلو. انا هنا كنت عاملة كيلو لبن، يعني انا هنا عاملة كيلو لبن، وحطيت عليه كوباية ونص من الزبادي. ضربتهم حلو كده زي ما انتوا شفتوا معانا، عشان مش عايزة فيه اي تكتلات. حابة تضيفي معلقة سكر عادي، ينفع تضيفي بس انا عاملاه عادي زي اللي بنشتريه من بره بالظبط. بعد كده هنا انا كنت بقى مولعه الفرن عشان يدفى، الفرن يبقى دافي او سخن. عقبال ما اصب هنا بقى في الفخار بتاعنا دوت الزبادي. بجد الزبادي في الفخار ليه طعم تاني خالص، غير اللي احنا بنعمله في الكوبايات او في اي حاجة تانية. في ناس كتير كانت بتبيعه في الفخار كده، وانا فاكره وانا صغيرة كان في واحد بيمشي بيهم، وكنا نجيبه وتاني يوم نديله الطواجن دي تاني. بجد كان جميلة وليها فرحة في رمضان. بصوا انا حطيته في الفرن، حطيته في صينية وحطيت مية سخنة، بس معلش اللقطة دي ما جاتش، يعني انا رصيته مش في الصينية دي، في صينية تانية. بصوا متماسك معانا ازاي، بجد جميل جدا، وجربيه. مش هتندمي ان انت عملتيه. وبيديكي كمية، يعني بصي بره كوباية الزبادي بتبقى ب10 وانت طالعة يعني. انا عايزة اقولك الطاجن ده حلو، ولا كبير ولا صغير، يعني ده بكوبايتين من اللي بره. المهم هنا بقى انا كنت دفيت الفرن، وسخنت ميه في الكاتل او ميه على البوتاجاز. فضي ربع الطواجن كده ميه، وحطيهم في الفرن، وحطي فوقيهم فوطه، وحطيهم في الفرن وسيبيهم بقى. يعني اعمليه مثلا من الصبح وعلى بالليل يبقى كويس، وتحطيه في التلاجة هتلاقيه تمسك معاكي وكده. هنا بقى قلنا نجرب نوع تاني. الاولاد عايزينه بالفراولة، فانا كان عندي الفراولة اللي عملناها مع بعض وكده. حطيت بقى في قاع الكوبايات، المرة اللي هنعمله في كوبايات، حطيت في قاع الكوبايات فراولة زي ما انتوا شايفين كده. وبرضو حطيت شوية لبن دافي، زي ما اتفقنا ما يكونش سخن، لبن دافي دافي، يعني حاجة بسيطة قوي. هنا بقى فضينا عليه برضو كوباية ونص من الزبادي. بس انا ما حطيتش بقى زبادي فراولة، انا حطيت زبادي سادة، وحطيت معاه معلقتين من الفراولة، عشان يبقى في نكهة الفراولة. وطبعا في فراولة بقى ابصوا، يعني انا بعد ما ضربت الزبادي عامة خدت شوية، سبت شوية في الخلاط، حطيت هنا معلقتين كبار من الفراولة. انا مضفتش اي سكر، بس لو حابة تضيفي مع الفراولة معلقة سكر هيبقى حلو اوي، بس انا حبيت ان يبقى كله كده ايه، مفهوش سكريات زيادة. ضربتهم زي ما انتوا شايفين كده، رجعتهم تاني في الخلاط وهقلبهم، وهبتدي بقى ايه اصبهم هنا في الايه، في الكوبايات بتاعتنا. يعني احنا حطينا في كل كوباية معلقة من الفراولة، وضربنا الزبادي مع الفراولة، وهنصبهم كده. وهيتعمل بنفس الطريقة، الفرن يكون دافي، هتحطي شوية مية سخنة مع الحاجة، ما تخافيش ما بيجرالهمش حاجة. وقلنا في صينية مربعة، صينية مدورة، مش في البلاستيك ديت.
ولو وصلت لغاية هنا حط لايك واشترك في القناة وشير الفيديو عشان يوصل لك كل جديد، وان شاء الله هنزل لكم فيديوهات تانية احسن واحسن. وياريت تحطي اللايك. بس كده وبألف هنا، وان شاء الله يعجبكم. عملنا هنا نوعين، نوع سادة في الفخار ونوع هنا في بالفراولة، وبجد ابو فراولة ده كان جميل جدا. بس انتي زوجي الخميرة بتاعت الزبادي. يعني ايه الخميرة؟ بتجيبي كوباية ونص من الزبادي او كوباية زبادي كبيرة وتحطيها عشان يبقى متماسك معاكي. انا حبيت اوريكم عملي هنا عشان في الاولاني الكاميرا كان فصلت مني. حطينا هنا اهو المية السخنة والفرن يكون دافي، وبحط عليهم فوطة. انا بقول لكم فوطة عشان ما يعرقش. وبعد كده بعد تاني يوم بعمله الصبح وعلى اخر النهار بيكون تماسك، بحطه في التلاجة بيسقع وبيبقى في منتهى الجمال. وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، والسلام عليكم.